السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طاجن بامية. مش بمعنى ان احنا ما عندناش لحمة فمش هنعمل بامية، لا احنا لازم نعمل بامية ونعمل ابوها كمان. هنعملها من غير لحمة خالص. انا جبت حلة على النار فيها معلقة سمنة كبيرة ونزلت بقطعة ليا مقطعاها مكعبات. هفضل احمر كده اللية في السمنة لحد ما اللية تنزل المادة الدهنية بتاعتها. وجبت كيسين بامية عندي من الفريزر اللي احنا كنا مفرزينهم. بص بوريكي خضار الباميه حلو ازاي. الباميه دي مفرزاها من السنه اللي فاتت. بطلع القديم عندي عشان خاطر ايه اللي انا الجديد ما استخدمهوش، لا. بكون عندي مفرزه حاجه قديمه وحط عليها حاجه جديده. بطلع الاول القديم. بص بوريكي لون خضار الباميه اهو. كده انا فضيت الباميه هحطها في الحله. عشان خاطر الباميه عايزاها تاخد طعم الليه. يعني انا هغلف الباميه بالليه كلها. هفضل اقلبها كده وافضل اشوح فيها لمده 10 دقايق. او هديها صدمة. البامية بطلعها من الفريزر يا دوبك. اسيبها بس على رخامة المطبخ كده 10 دقايق، مش عايزاها تفك خالص. واقوم بقى مشوحاها كده في اللية او في السمنة. طب انت لو ما عندكيش طماطم متسبكة جاهزة هتعملي ايه؟ هتنزلي الاول بالسمنة، وبعدين البصلة وقطعة اللية وفص الثوم، وبعدين تنزلي بالبامية. بس كده. هنا كنت جبت كيس طماطم من اللي احنا برضو مفرزينها. الطماطم دي اللي انا مفرزاها بثوم وبصل. بص فضيته دي فايدة بقى التفريزات هنا بقى اللي هي بتنفع في الوقت وتوفر علينا وقت. نزلت بالطماطم على البامية واديتها كده تشويحة كده كده. احنا مسبكين الطماطم ديت من قبل كده و... ومتبلينها. بس ما كنتش حاطة عليها بهارات خالص. انا كنت حاطة عليها شوية فلفل اسود وملح. ارجعوا برضو الفيديو التفريزات وهتشوفوا برضو ازاي فرزت الطماطم. هنا برضو اديتها بقى التوابل بتاعتها رشة من جوز الطيب. دي بتخلي طعمها جميل جدا. اللي مش حابب يحط ما يحطش. رشه كده محترمه من جوز الطيب وهنزل بقى عليهم بالتوابل. الملح بقى وربع معلقه سكر ومكعب مرقه وربع معلقه كمون ونص معلقه فلفل اسود. كل دي معايير معلقه صغيره. وهنزل عليها بشويه ميه وهقلبهم بقى. وهنا كنت حطيت انا معلقه ثوم نيه او فصين ثوم نيه. هنا بقى في قرنين فلفل كده حمر سبايسي. دول بحب احطهم قوي في الباميه بيخلوا الباميه سبايسي كده وبيدوها طعم حلو جدا. خلاص. خلاص كده هخليها بقى تستوي بقى وكمل سويها. بعدين الباميه استوت. انا بقى جبت طاجن بايركس. لو عايزين تحطوها في طاجن فخار مفيش اي مشكله خالص. انا بحب اديها تطعيمه الفرن. يعني بحب لما بعمل باميه احطها في طاجن كده واقوم مدخلها الفرن بتدي طعم للباميه جميل جدا. هنا كنت فضيت الباميه وحطيت على وشها معلقه سمنه ودخلتها بقى الفرن على كده. وكده بقى جه دور الرز. رفعت حله على النار حطيت عليها شويه زيت وهنزل عليهم كده بقى بمعلقه سمنه كده محترمه. انا عندي معلقه السمنه تبقى كبشه صغيره. لا هي مقدار معلقه سمنه حلو. هنزل عليهم بكوبايتين شعريه. ادي كوبايه. نزلت عليهم بمعلقه ملح. سر الرز يطلع مفلفل ويطلع لون الشعريه كله موحد اللون. تكون درجة الشعرية كلها نفس اللون. هي السر في معلقة الملح. ضيفي معلقة ملح على الشعرية. بصي هنا بص بتوحد لون التحمير ازاي. ما بتخليش واحدة تطلع فاتحة واحدة غامقة، لا. بص انا كنت بوريك هنا درجة اللون. نزلت بالرز. الرز عايزاه يطلع برضو من ضمن العوامل اللي بتنجح الرز. اغسلي الرز وصفيه كويس جدا. وافضلي بقى شوحي فيه كده مع الشعرية. اديله كده 5 دقايق كده تشويح. الرز يطلع معاكي مفلفل وجميل جدا. عايزة الحاجة تطلع معاكي حلوة اعمليها بضمير.
اهم حاجه الضمير، هتلاقي الحاجه طلعت معاكي كويسه جدا. او بحب، طول ما انت ما بتعملي الحاجه بحب برضو بتطلع كويسه جدا. يعني ضمير وحب. كده بقى 5 دقايق بقى ياخد ويدي كده بقى ايه، سخونية النار. هزود له بقى هنا الميه بتاعه الرز، الميه عادي من الحنفيه عادي، انا ما بحطش ميه سخنه على الرز، وبيطلع مفلفل وجميل. هعمل لكم شويه ملوخيه فعلا من القلب. انا جبت الملوخيه غسلتها كويس جدا مره واتنين وتلاته، وسبتها على فردتها على فوطه مطبخ وسبتها لما تنشف خالص. بعدين أنا كنت مكسله ان انا اخرطها على ايديا، انا اصلا من محبين الملوخيه تتخرط على الايد، بس انا عملتها كده في الكبه. برضو انا فرمتها في الكبه بس فرم خشن، ولما لقيتها خشنه قوي فحطيت لها معلقتين ميه بالظبط، اللي انا عشان اطريها. كان عندي هنا شوربه بقى بتغلي على النار، بس بقى تغلي قوي، وهنزل عليها بالملوخيه. هنا هدي النار خالص، انا مش عايزه الملوخيه تفضل تغلي على النار، لا انا هديها غلوه واحده بس. بصي انا هديت هنا النار، بصي هفكك بقى الملوخيه كده من بعضها، اخلي الملوخيه كلها تدوب كده في الشوربه. على فكره اليومين دول يومين تخزين الملوخيه، نخطرش الملوخيه دلوقتي اليومين دول، اللي هي الورقه الخشنه اللي هي ما فيهاش طينه ديت، الورقه الخشنه العريضه، التخزين بتاعها بيبقى حلو قوي 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 اليومين دول. بصي يا دوبك بس الملوخيه غليت غلوه واحده بس، هشيلها بقى من على النار خالص، وهحط طاسه احط فيها بقى معلقتين 3 سمنه كده محترمين. الملوخيه بتحب التقليه والسمنه، يعني ما تستخسروش فيها. هنزل بقى بمعلقه توم كبيره ومعلقه كزبره، الاتنين مع بعض. جيت وما سلمت عليا ولا اي حاجه. شفت ده ايه؟ الفكره بتاعتي دي عاوزه. هنكمل بقى ونعمل ايه صينيه فراخ كده في الفرن. عسل. جبت جزرايه وقطعتها حلقات، وجبت بصلايه وقطعتها كده حلقات، وهفككهم كده من بعض. انا عندي الفراخ دي هنا متبلاها وبشيلها جاهزه في التلاجة. انا هعمل لكم فيديو تفريزات كامل، انا بس ما بنتجه عشان انزلهم. بجيب خزين الشهر بتاعي كله وبعمله مره واحده، وبشيله في التلاجة، وبطلعه على الاحتياج. هنا انا رشيت شويه ملح وشويه فلفل اسود على الجزر. دي الفرخه اللي انا بقول لكم عليها، انا متبلاها جاهزه، وبشيلها في اطباق فويل كده، وبشيلها في التلاجة. ما بستناش اجيب انا اتبل الفرخه بفرختها مش عارفه ايه، لا.
هنا كنت رصيتها في الصينية وهرش وأحط لها كوباية مية عشان خاطر ايه اللي هيسوي الفراخ. هي كوباية المية والمية اللي هتنزلها، وهحط هنا عليها معلقة سمنة وهغطيها بقى بإيه، بورق فويل. هجيب ورق فويل كده طبقتين 3 واغطيها كويس وهدخلها الفرن. بس كده طريقة الفراخ دي سهلة جدا وطعمها خطير، والفراخ دي دايبة يعني لما بتستوي بتدوب كده. والجزر والبطاطس لما تاكلهم مع الرز بسم الله ما شاء الله على طعمهم. كده الأكل خلاص استوى والرز استوى. هنا برضو التركاية في الرز لما تيجي قبل ما تغرفيه هاتي شوكة وقعدي قلبي كده الرز بالشوكة. لو قلبتيه بالمعلقة بيكون ماسك كله في بعض، لكن الشوكة بتفلفل الرز معاكي. بصي بالشكل ده، بص الرز بقى مفلفل ازاي. هنا بقى كنت بغرف الأكل خلاص، اديني غرفت الرز. بص بوريكي بقى الرز نازل واحدة بواحدة ازاي مفلفل ازاي، الرزاية برزتها. ليه؟ عشان حطينا الأول معلقة الملح مع الشعرية، وثانيا قعدنا نقلب فيه كده 5 دقايق على النار. وادي البامية هي كانت دخلت الفرن اهي، وبص طلعتها. والله العظيم البامية بالطرقاجي طعمها جميل جدا. وادي الملوخية وادي الرز، وده البتنجان المخلي اللي احنا خليناه مع بعض قبل كده. وادي اهي بص شكل الفراخ. الفراخ بالطرقاجي طعمها حلو جدا. خلاص كده، وده كده شكل الأكل في النهاية. لو حابين تتفرجوا على فيديوهات كاملة خشوا على القناة على اليوتيوب وهتلاقوا